الشخصين اللي قدامكم دول يشهد الله ان انا ما اعرفش اي واحد فيهم، ولكنهم الاثنين مشهورين جدا على تطبيق التيك توك، وفيديوهاتهم جابه ملايين المشاهدات، وحساباتهم كبيره جدا، وعندهم كتير من المتابعين. الشخصين دول هم الاثنين كانوا فاتحين لايف، وفي اللايف حصل بينهم نقاش. النقاش ده غريب جدا، انا هشغله لكم دلوقتي واحنا مع بعض ونسمعه، وبعد كده هنجاوب على الكلام اللي انتوا هتسمعوه في الفيديو ده. الفيديو ده زي ما قلت لكم كان لايف، وبعد ما اللايف خلص واحد فيهم راح واخد اللايف ده سكرين وعملوا فيديو ونزلوا على الحساب عنده. الفيديو اتشهر وحصل عليه جدل كبير جدا. نسمع الفيديو وبعد كده نبقى نعقب على الكلام ده. صلاة الفجر الحمد لله. والعشاء والله الحمد لله. ملتزم يعني بالصلاة؟ اكيد الصلاه عماد الدين، يعني لازم الواحد يصلي، لازم كل شيء. وانت بتصلي يا كريم؟ ليه؟ مش عارف بس ما بصليش والله. صلي، الصلاه دي عماد الدين في كل شيء. طب تفتكر ان انت كزياد او كأي شخص مثلا هيخش الجنة بالصلاة ولا هيخش الجنة بايه؟ لا، الصلاه اللي انت مسلم يا كريم، فهمتني؟ الصلاه اللي انت مسلم يا اخويا كريم، والجنه والنار دي حسب اعمالك بقى عند ربنا عز وجل. فهمتني؟ انا فاهمك طبعا، فاهم. انت عندك كم سنه؟ 28. ومش بتصليش؟ تفتكر اخش النار؟ ربنا العالم، انا ما اقدرش اتكلم معاك، بس انا عايز اللي انا عارفه اول ما يحاسب عليها العبد الصلاه. ايوه انت لازم تصلي. لازم. طب انا لو ما بصليش اخش النار؟ ما حاجه معروفه. وانت ايش عرفك ان انا اخش النار؟ عشان الفرق اللي بينك انت وبين غيرك الصلاه عماد الدين. بس انا مش انا ممكن اخش الجنة وانا ما بصليش، انت عرفت ان انا اخش النار؟ ما حصلش، ما ينفعش، ما فيش الكلام ده. مفيش الكلام ده؟ ما فيش الكلام ده، الصلاه ركن فرض على كل انت جبت مسلم. منين اللي ما فيش الكلام ده؟ عرفت منين اللي ما فيش الكلام ده؟ عشان ما فيش مسلم مش بيصلي. قاعد انا اعرف ناس كتير اخطأت ودخلت الجنة. وانت عرفت منين اللي دخلت الجنه؟ بعتوا مسج ليك؟ بعتوا لك مسج مذكور كل حاجة. ما فيش. فين ايه الدليل معاك للمذكور؟ ناس كتير دخلت الجنة وما كانتش بتصلي. ايوه، انت عرفت ازاي لما دخلوا الجنه؟ والله انت ابحث وانت تعرف. لا مش هبحث، لان انا عارفه الصلاه عماد الدين، يحاسب العبد عليه اول شيء الصلاه فقط، وبعد كده الاعمال دي عند ربنا عز وجل، هو اللي بيحاسب عليها العبد، تخش الجنه تخش النار. انا بحب اقول لك اهو، الصلاه مش السبب الاساسي اللي دخلك الجنه. انا كريم هو اللي بقول لك. يا كريم صلى على النبي 10 مرات. بص يا اسطى، اصلي على النبي دي ما اصليش على النبي دي حاجه تخصني، انا مش هصلي على النبي. السلام عليكم. طبعا بعد الكلام اللي انتوا سمعتوه في اللايف ده، واللي هو كان ما بين الاثنين اللي هم زياد وكريم، كريم اللي كان بيقول انا ما بصليش، اما زياد اللي هو كان بيقول انا بصلي. كريم اللي بيقول انا ما بصليش ده بعد اللايف ده طبعا دخلت عليه ناس كتير وهجمته في التعليقات من متابعين، فلما لقى الهجوم كبير عليه ولقى في ناس كتير بتنتقده على كلامه اللي قاله، فقرر ان هو يعمل فيديو يطلع يعتذر فيه للناس عن الكلام اللي قاله، ويقول فيه ان هو كان غلطان وان هو ما كانش يقصد الكلام ده. نسمع الفيديو اللي هو طلعه بتاع الاعتذار ونكمل معاكم. السلام عليكم يا شباب. بص، انا كنت متكلم في فيديو، او انا ما كنتش قاصد فيه، يعني كنت في لايف وقلت ما علينا، ما كنتش قاصد الكلام اللي انا بقوله. المهم انا كنت قاصد حاجه ثانيه بس جت معايا بطريقه مختلفه، يعني ما كنتش اقصد حاجه بدون قصد. يعني انا بعتذر يا جدعان، والصلاه مهمه، والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، وانا بصلي الحمد لله وملتزم بالصلاه وموحد بالله. بس هو الفيديو، هو الغرض من الفيديو هو اجيب الريتش. هو فعلا لو عايز ينصحني نصيحه جه لي بينه وبين نفسه، اما هو قاصد اللي هو يعمل ريتش. بس انا قلت كلمه والكلمه طلعت معايا عكسها، انا ما كنتش قاصد اقول كلمه، انا قاصد حاجه ثانيه فجت معايا كده. فانا بعتذر على الفيديو ده يا جدعان، والحمد لله بصلي، والحمد لله موحد بالله، ولا اله الا الله محمد رسول الله، والحمد لله انا براء امي، والحمد لله يعني. فبعتذر على الفيديو، على اللايف اللي هو نزله دوت. فانا اتمنى يا جدعان لو يمسح الفيديو بعد اذنكم، حد يروح يقول له يمسح الفيديو، عشان انا ما كنتش قاصد ان انا اقول حاجه. وشكرا لكم يا اخواتي. طبعا زي ما انتم شفتوا كده، كريم الشاب المحترم طلع واعتذر عن الكلام اللي هو قاله، وهو قال ان هو ما كانش يقصد، وطلب ان الشخص الثاني يحذف الفيديو لان هو ما كانش يقصد الكلام اللي هو قاله، وقال لو كان عايز ينصحني كان المفروض نصحني بيني وبينه. وبصراحة كلامه جميل جدا وكلامه منطقي وكلامه عجبني، وانا عن نفسي اقتنعت بالكلام اللي هو قاله لما شفت الاعتذار بتاع الفيديو بتاعه. كنت مقرر ان انا ما اطلعش ولا اتكلم عن الموضوع، على سبيل ان هو طلع واعتذر وهو بيتمنى انه يمسح الفيديو علشان ما تكونش حجة عليه والموضوع ينتهي. ولكن اتفاجأت بعد كده لما دخلت على الصفحة عنده بحاجتين. أول حاجة الفيديو اللي أنا هوريه لكم دلوقتي ده، وبعدها هقول لكم على الحاجة الثانية. تريد التوفيق عليك بالصلاة، تريد الرزق عليك بالصلاة، تريد صلاح الحال عليك بالصلاة، تريد الستر عليك بالصلاة، تريد الوظيفة عليك بالصلاة، تريد القرب ومحبة الخلق
عليك بالصلاة، الصلاة تجلب كل خير. طبعا انا كريم لما دخلت على حسابه ولقيته ناشر الفيديو ده ولقيته ناشر فيديوهات تانية زيها، احسنت الظن وقلت يعني هو ناشر الفيديوهات دي عشان يثبت للناس ان هو يا جماعه انا بصلي وانا تمام وما فيش اي حاجه خالص، والكلام اللي قلته ده على سبيل الخطا. فاحسنت الظن فيه انه ناشر الفيديوهات دي وان الكلام اللي قاله مش على سبيل الترند ولا اثاره الجدل ولا ان هو يعمل ريتش ولا يعلي الريتش على الحساب عنده، وانما هو فعلا ما كانش يقصد، والكلام اللي بيقوله ده كله حقيقي. ولكن اتفاجأت بشيء في الفيديو اللي هو بيصلي فيه. كريم عمل خطأ، الخطأ ده لما تجي تدقق فيه وتبص فيه، لو هو بيصلي فعلا وما يعرفش الكلام ده يبقى هو محتاج يقرأ أكتر عن الصلاة ويفهم أكتر ويعرف طريقة الصلاة بتتصلى إزاي. ولو هو ما بيصليش أصلا وطالع يعمل الفيديوهات دي علشان خاطر هجوم الناس عليه يبقى دي مصيبة. ولو هو ما بيصليش وطالع يعمل الفيديوهات دي على سبيل الريتش يبقى المصيبة مصيبتين. ولكن احنا هنمشي على حسن الظن وهنحسن الظن وهنقول ان هو فعلا ما كانش يقصد ان هو بيصلي وما فيش اي مشكله، وهنعتبر الخطا اللي هو وقع فيه في الصلاه ان هو عدم معرفه وعدم درايه منه، وده شيء احنا هنوضحه ونقوله في الفيديو. بعد ما شفت الفيديوهات دي وانا بقلب على التيك توك ظهر لي لايف ليه، فخدني الفضول ان انا ادخل اللايف عنده واشوف ايه يعني قصه كريم وايه حكايته، واشوف اللايف بتاعه بيتكلم عن ايه وايه موضوع. فاكتشفت انه فاتح اللايف وكل الناس اللي عنده ما بتتكلمش معاه غير على الموضوع ده. المهم هديكم جزئيه كده من الحديث اللي كان داير في اللايف تسمعوه علشان تعرفوا اللايف كان شغال على ايه، وبعد كده هنعقب على كل الحاجات. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد يا رب العالمين. قاعدين مشغلين قران وصلينا الفجر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ومستغفرين ربنا سبحانه وتعالى، والناس داخله عندي تقول كلام غريب. لا اله الا الله محمد رسول الله. اقسم بالله يا جدعان الواحد مش عارف يعمل ايه تاني. انا اعتذرت يا ميرنا واعتذرنا، اعتذرت والله، اعتذرت الفيديو مني، اعتذرت الفيديو وقلت يا جماعه انا قلت حاجه ما كنتش اقصد واعتذرت وخلاص الموضوع. بس هي في ناس بتحب تزيد يعني. يا عم اقسم بالله ناس مين يا صاحبي؟ يا ابني ناس مين؟ انا قلت حاجه وانت قلت يا جماعه انا ما كنتش اقصد عشان الناس ما تاخدش عني فكره غلط، عشان انا مش كده فاهم. لكن اللي بيني وبين الله سبحانه وتعالى كله بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا اعتذرت في حاجه عشان قلت حاجه قدام الناس ما ينفعش اقولها واعتذرت. انا يا جدعان من ساعه ما فتحت لايف وانتم مش سايبيني في الموضوع اللي انا ما كنتش اقصد فيه. خلاص يا جدعان، خلاص يا جدعان، الحمد لله على كل شيء، وربنا كريم وغفور ورحيم، وربنا اعلم بالنوايا، والحمد لله احنا بنصلي وملتزمين مع الله وبنصوم الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. اكيد طبعا الصلاه مهمه طبعا يا ال اكيد طبعا الصلاه شيء اساسي طبعا. الصلاه ثم الصلاه طبعا، الحمد لله لسه مصلين الفجر، الحمد لله بنصلي. اكيد طبعا الصلاه ثم الصلاه، صلاه الفجر الحمد لله. اكيد طبعا الصلاه، اكيد طبعا الصلاه ثم الصلاه طبعا، الصلاه ثم الصلاه ثم الصلاه، والحمد لله بنصلي والله على قد ما بنقدر، الحمد لله بنحاول نلتزم، الحمد لله على كل حال، ربنا يثبتنا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، اللهم ارزقنا الخير كله، اللهم اكرمنا حسن، استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم. وعلى فكره يا جدعان انا نزلت فيديو واعتذرت. انا في نفس اليوم اللي انا اتكلمت فيه قلت يا جدعان انا قلت كلمه بدون قصد، في نفس اليوم قسما بالله قلت يا جماعه انا دخلت لايف مع شخص وقلت حاجه بدون ما اقصد، واعتذرت يا شباب عن الحاجه اللي انا قلتها. لكن الصلاه مهمه، الصلاه ثم الصلاه ثم الصلاه. طبعا بعد كل الكلام اللي انتوا سمعتوه ده الموضوع اكيد مش محتاج رد، ولو سبت لحضراتكم الموضوع انتوا هتردوا وهتكفوا وهتوفوا عليه في الرد وزياده. ولكن احنا هنقول له كلمتين بساط للاستاذ كريم المحترم يلخصوا الموضوع كله. مبدئيا انا ما جبتش الموضوع ده ولا عرضته الا لسبب واحد بس، انت قلت في فيديو الاعتذار هو لو عايز ينصحني كان جه نصحني بيني وبينه. انا لما دخلت وشفت الفيديو لقيتك ان حضرتك انت اللي فتحت الحوار ده مبدئيا اولا. ثانيا بما ان حضرتك اللي فتحت الحوار وانت اللي سالته فانت اللي اتكلمت وقلت عن نفسك في اللايف قدام الناس كلها، وانت عارف ان انت موجود وسط ناس كتير، وان اللايفات اللي من النوع ده وخصوصا للناس اللي عندها متابعين كتير اللايفات بتاعتهم بتتسجل. فبما ان الموضوع بتاعك كان على الملأ وقدام ناس كتير وفي متابعين كتير عندك ممكن يسمعوا كلامك ويتاثروا بيه، فوجب علينا الرد للملأ، وده يشهد الله انه هو على سبيل النصيحة والمحبة في الله مش اكتر ولا اقل. لناس كتير ممكن ما تكونش عارفة المعلومة او واخدة بالها منها. يا سيدي الفاضل الصلاة لما تيجي تصليها، لما تيجي تحط ايدك تبقى ايدك اليمين هي اللي فوق ايدك الشمال، مش ايدك الشمال هي اللي فوق ايدك اليمين. حتى لو حضرتك كنت اشول، يعني لو انت اصلا اشول بتستخدم ايدك الشمال، برضو لما تيجي تصلي تحط ايدك اليمين فوق ايدك الشمال. اما الجزئيه الثالثه فانت عندك حق في جزء من كلامك وهي دخول الجنه بسبب الصلاه. احنا فعلا مش هندخل الجنه بسبب الصلاه، وانما دخول الجنه باذن الله وبرحمته وبس. طب احنا بنصلي ليه لما دخول الجنه باذن الله وبرحمته؟ احنا بنصلي ونزكي ونصوم وبنعمل الفرائض اللي فرضها علينا رب العزه سبحانه وتعالى لانها امر الله. ولكن رغم ان دخول الجنه حيكون برحمه ربنا وباذنه بس، الا ان ربنا حط شرط اساسي لدخول الجنة من غيره ما فيش حد فينا هيعرف يدخله، وهو إطاعة أمر الله سبحانه وتعالى. بدون إطاعة أمر الله مش مضمون إنك تدخل الجنة. طب إيه هي أوامر الله اللي إحنا نطيعها علشان ندخل الجنة؟ أولا إنك تكون مسلم. ثانيا بعد ما تنطق الشهادة وتكون من المسلمين
تصلي، وده ركن أساسي من أركان الإسلام اللي فرضها رب العزة سبحانه وتعالى على لسان حبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن من أركان الإسلام إقام الصلاة. فبما إننا بنصلي إطاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى، فده يخلي الصلاة شرط أساسي لدخولك الجنة، لأن أنت لو ما طاعتش أمر الله يبقى أنت بتعصيه، ولو عصيته إزاي يدخلك جنته وأنت بتعصيه؟ طب برضو ردا على سؤالك إيه الدليل إن إحنا لازم نصلي؟ بص، هو الأدلة كتير جدا. أنت لو تعبت نفسك في القصة دي ودخلت على جوجل وكتبت، هيجيب لك أدلة بالعبيط وبالهبل لقصة إنك لازم تصلي. لو سمعت لأي شيخ من المشايخ هتعرف إن أنت لازم تصلي، لو رحت الأزهر أو دار الإفتاء وسألت هتعرف إن أنت لازم تصلي، وشرط أساسي في إنك عشان تدخل الجنة لازم تصلي، ولازم تصوم، ولازم تزكي، ولازم تحج لو أنت تقدر تحج. والناس في التعليقات هتقول لك أدلة كتير جدا على الكلام ده، ولكن أنا هقول لك حاجتين بساط كده خفاف على قدك. يعني مثلا ربنا في القرآن قال إيه؟ قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وآيات كتير جدا لو قعدت أعد لك مش هنخلص مذكورة في القرآن الكريم بتؤمرك إنك لازم تصلي، وطبعا ناهيك عن الأحاديث بتاعت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام اللي بتؤمرك إنك تصلي. ده بالنسبة للأدلة. لو حضرتك عايز أدلة إن الصلاة لازم تصليها وإنها شرط أساسي في دخولك الجنة، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال إيه؟ أول ما يسأل عنه العبد من أعماله الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فالصلاة هي الباب اللي لو كان سليم كل اللي جواه سليم، لو كان الباب فاسد يبقى كل اللي جواه فاسد. اللي لو رب العزة سبحانه وتعالى تقبلها في احتمالية كبيرة انه يتقبل كل ما بعده، ولكن كل ده مفروغ منه. لو انت دخلت زي ما قلت لك على الانترنت وبحثت هتعرف كل الكلام ده من غير ما نطلع واقوله لك. ولكن انا مشكلتي في اني طالع اتكلم معاك حاجة واحدة بس، انك طالع تتكلم الكلام ده جهرا عيانا بيانا قدام الناس وبتقوله بالطريقة دي. انا عايز اقول لك حاجة بسيطة بس. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال إيه؟ إن العبد لا يلقي الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفا. عارف معنى الكلام ده إيه؟ يعني لما هو بيقول لك صل على النبي فأنت تقول له لا أنا مش هصلي على النبي، لا أنا ما بصلي، وأنت تكون مجدوع ومتفاخر بالكلام اللي أنت بتقوله ده، فده ممكن يكون سبب في تهلكتك. وبعدين سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام برضو قال إيه؟ كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فأنت ما كانش فيه أي داعي من إنك تقول الكلام ده أو يتردد على لسانك، وأنت راجل عندك متابعين كتير، وممكن زي ما قلنا أي حد من متابعينك يكون صغير في السن ويتأثر بكلامك. وأصلح الله حالك، وأسأل الله أن يصلح حالك وأن يهديك للحق وأن يجعلك من المصلين. وليشهد الله ربي إني ما طلعتش ولا تكلمت الكلام ده ولا وجهته لك إلا محبة مني ليك وخوفا مني عليك. فأتمنى أنك تتقبل نصيحتي بكل حب واحترام. والسلام عليكم ورحمة الله.